$18,000 طاروا كده مره واحده. الحق خصم 850,000 جنيه مره واحده. والله يا ابني زي ما بقول لك اهو، تلاقيهم كانوا مسعرينها على دولار ب70. بيشتغلونا يا اسطى ويقول لك تخفيضات ومش تخفيضات. ازاي يعني يا اسطى الحوار ده في ان مين يا عم؟ والله ما صعبان عليا غير اللي لسه مخلص فيها من كام شهر. تخيل ده خسر مثلا بتاع فوق ال1,000,000 جنيه في كام شهر بس كده. يا ابني بقى بطل الهري اللي انت بتسمعه وبتشيره لنا ده. بالراحه اركن بقى على جنب كده. اركن ماشي، عشان انا اقول لك ايه الزتونه وحوار ال 850,000 بتوعك دول. انا هقول لك حوارهم في الاخر. اركن انت على جنب. بص يا سيدي، عشان تعرف اي عربيه سعرها حقيقي ولا بيشتغلون هديك طريقه مفيش اسهل منها. شوف سعر العربيه اللي انت عايزها في اي بلد، انت تعرف جماركها وضرايبها. ما تعرفش هسهلها لك اكتر. الكويت بلد فيها نفس العربيات اللي بتتباع عندنا في مصر تقريبا، وما فيهاش لا جمارك ولا ضرايب، صفر جمرك صفر ضريبه. هتاخد سعر العربيه بالدينار وتحوله للجنيه وتضيف عليه الجمرك والضريبه. هعرفهم ازاي؟ مفيش اسهل من كده. من جدول اللي زي ده هسيب لك تحت في الكومنتس البوست بتاع هيئه الجمارك المصريه. هتقدر بمنتهى السهوله تحسب العربيه اللي انت عايزها جمركها قد ايه وضرايبها كلها قد ايه. هتضيف بقى الجمرك والضريبه دول على السعر بتاع العربيه اللي انت حولته من الدينار للجنيه. كده انت عرفت السعر العادل للعربيه. وشوف بقى السعر ده مقارنه بسعرها اللي بتتباع بيه في مصر. وصدقني حاليا هتلاقي عربيات كتير جدا انت بتقول عليها غاليه وما تستاهلش بتتباع في مصر ارخص ما بتتباع في الخليج. يعني الوكيل او الشركه الام عاملين عليها عروض عشان يعرفوا يجاروا المنافسه اللي حاصله دلوقتي في السوق المصري. الاعلان 850,000 صح؟ تعالى بقى يا سيدي، بالنسبه لموضوع اكس بنج البي 7 انا عملت حاجه سهله جدا. مفيش اي حد من كتب البوستس اللي انت كنت فرحان بيها دي عملها. كل اللي انا عملته رفعت التليفون واتصلت عليهم اسال عن العرض. العرض طلع العربيه واحده بس، موديل 24 مستعمله ماشيه 10,000 كيلو. ممكن كمان ما تبقاش فابريكا، انت لسه محتاج تكشف عليها. مش قلت لك ما تسلمش دماغك للترند والزعيق؟ سلام.